بسم الله الرحمن الرحيم. لو عملنا شوب درونج للكاميرات او سواء القواعد مثلا او الاعمده، وكان فيها اكتر من عنصر متشابهين، يعني مثلا هنا اكس د واكس ج زي بعض في الشوب درونج في الكاميرات اهي. وبعد كده عملنا شوب درونج وخلاص وكله تمام. طيب انا عايز اجيب المين تيبل احسب الحديد بتاع الكاميرات ديت، بس اضربه في اتنين لان هنا الاكسين زي بعض. انا عايز اضرب الحديد في اتنين. وكذلك برضه لو انت بتعمل في القواعد عندك كذا قاعدة زي بعض، يبقى هتضطر انت تضربها في العدد اللي هي مكررة فيه او الاعمدة او نماذج الاعمدة. طيب اول حاجة هتجيب المين تيبل، وبعدين سيلكت اس مسطرة، اتعلم على الكاميرا دي كده. هنا النمبر اوف element كام؟ واحد. يعني انت عندك هنا في الاليمنت 4 اسياخ، في العنصر ده 4 اسياخ، في واحد بالتوتال 4 اسياخ. طيب النمبر اوف element ده انا عايز اخليه اتنين بدل واحد، اتنين. او برضو لو انت بتصمم او بتعمل شوب درونج للأعمدة أو القواعد، لو مثلا النموذج بتاع القاعدة دي مضروب مثلا في 4 قواعد نفس النموذج أو الأعمدة. طب أنت عايز بقى الإيليمنت ده تتغير على حسب العدد اللي عندك. طب نعملها إزاي؟ هتيجي هنا من الأمر ده اللي هو مالتي رينفورسمنت، وبعدين سيلكشن اس مسطرة، وهتختار التسليح بتاعك، وبعدين مسطرة. طيب العدد هنا كام؟ النمبر اوف element، العدد هتكتبه 2 مسطرة. بص كده يا باشمهندس، هنا النمبر اوف element غيرهولك 2. تمام. يبقى انت عندك هنا الاليمنت، النمبر اوف element اللي هو 4 اسياخ في 2، التوتال 8 اسياخ. طيب لو مش ظهرت معاك في الجدول ممكن تمسح الجدول او تعمله تاني، او ممكن تيجي من هنا كده من اللي هو ايه الابديت بتاع ايه الجدول، وهيتحدث معاك على طول ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.